النهارده احنا مش جايين نزور الاهرامات، احنا جايين نسال سؤال محدش بيحب يسمعه. هل اللي اتقال عن كل الاهرامات حقيقه، ولا هو مجرد نسخه مريحه نعرف نصدقها كبشر عشان ما نشوفش الحقيقه الكامله؟ في اماكن في العالم وجودك فيها بيخليك تحس ان انت صغير قوي، وفي اماكن تانية بتخليك تحس ان انت متاخر تفهم حاجه البشر ليه عملوها، واحنا لحد دلوقتي لسه مش متفقين اتعملت ازاي وليه. انا مش جاي اقول لك قصه محفوظه ولا تفسير ولا حتى اقرا لك كتاب في المدرسه، احنا جايين نفكر ونسال اسئله ملهاش اي اجابات، وهسالها في المكان نفسه اللي يعتبر اشهر مكان في العالم وواحد من عجائب الدنيا السبعه. هما ليه اصلا بنوا الاهرامات؟ بص، ابسط اجابه اتقالت لنا ان هي كانت مقابر. الاجابه دي سهله وعادي ان انت تحفظها، 3 اهرامات 3 مقابر خلصت، صح؟ بس خلينا نسال سؤال، لو الهدف فعلا كان دفن ملك، ليه مش مقبره عاديه؟ ليه مشروع حرفيا بياخد 20 سنه؟ ليه دقه هندسيه تخليك تشوف ان الغلطه ممنوعه؟ يا اخي ده الهرم مبني على احزمه اوريون في السماء، نفس الاحزمه ديت في السماء هم عاملينها في الارض. هفهمك الحته ديت قدام شويه في الحلقه. والسؤال الاخير بقى، ليه مفيش ولا ملك حرفيا مدفون في اي هرم من الاهرامات الثلاثه؟ لو شفت الفيديو بتاع الاقصر هتلاقوا الفيديو هيظهر لك في الاي اللي هنا. المقابر بتاعت الملوك زمان كان بيبقى ليهم مقبره، ليهم نقوش. الاهرامات مفيش ولا نقش جوه، مفيش حاجه بتدل يعني ان المكان دوت كان قبر زمان. لقوا تمثال، التمثال الصغير قوي دوت اللي موجود في المتحف المصري، تمثال خوفو في الهرم خوفو، قد كده اهو، قد عقله الصباع. بس خلينا نقلب بقى السؤال، بدل ما نسال ليه الاهرامات مقابر نسال حاجه تانية، نسال امتى البشر قرروا يعملوا حاجه بالحجم ده. وخلينا نرجع بالزمن ورا شويات عشان نفهم السبب ده. بص يا معلم، المقبره في زمن المصري القديم كانت بتبقى مسطبه مكتوب عليها الشخص ده عاش امتى ومات امتى، زي الحاجات اللي عندنا اوريدي، المرحوم كذا عاش من سنه كذا لكذا. لكن مع الوقت بدا المصريين القدماء يكبروا الموضوع شويتين 3 4 5. الملوك كانوا عايزين يدفنوا في مدافن احلى من الفقراء، وكذلك بقى الاغنياء واصحاب السلطه في مصر القديمه. ففي الحاله دي فرعون او الملك زمان كان هيجيب احسن نحات في عصره عشان يعمل له اجمل تمثال يحطه على قبره، زي ما الرومان كانوا بيعملوا كده. مقابرهم عباره عن تماثيل شكلها حلو قوي وفيها ديتيلز ودقه جميله جدا. ربنا يرزقنا بزياره روما عشان اوريكم الكلام ده. لكن المصريين ما عملوش كده، المصريين حولوها زي المبنى معماري. المصطبه حرفيا بقت شقه وفيها اوضه الميت بيدفن فيها اللي هي زي اوضه النوم، اوضه تانية كانوا بيحطوا فيها فرش هدومه والحاجات اللي بيستخدمها كل يوم، اطباق وحلل وحاجات تانية. الحمد لله ان الكلام ده مش موجود دلوقتي يعني. كان زماننا بنجهز شقه للجواز وشقه شقه ندفن فيها، وحماتك تقول لك بقى معلش بنت خالتها جالها مدفن اوضتين وصاله، انا بنتي ما تموتش غير في اقل من 3 اوض وصاله. الله، في ايه بعد الشر عليها يا حاجه، هي مش كانت المفروض تموت فيا انا ولا ايه؟ المهم التصميم اتعدل كانهم بيتعلموا، وفي الجيزه تشوف بقى الحلاوه كلها، حرفيا ثقه كامله، كأن اللي بيبني عارف بالظبط هو هيعمل ايه. وبصراحه في دماغي ده مش شكل مشروع قبر يا جدعان، ده مشروع فكره اتحضرت واتجربت ونجحت في حضاره كانت شايفه ان الموت ما هو الا مرحله بيمر بيها الشخص. هل يعقل ان اعظم انجاز معماري ليهم يكون مجرد صندوق دفن، ولا الهرم كان رمز، اداه، او حاجه ممكن احنا مش قادرين نحط ليها اسم معين؟ المهم هنا ان احنا ما نرفضش التفسير القديم، المهم نعرف انه مش كفايه. أول ما تقف قدام أي هرم في الجيزة أو حتى سقارة هتحس بحاجة مختلفة، حاجة مش بس تاريخية لكن كأن المكان بيشع طاقة. فليه المصري القديم اختار المكان ده بالذات والشكل ده بالذات؟ ليه مثلا مش مكعب أو اسطواني؟ بص، هو في كذا جواب على السؤال ده. أول حاجة خلينا نبدأها هندسيا، أوكي؟ المثلث هو أكتر شكل ثابت هندسيا على سطح الأرض، مهما كان ارتفاعه ومهما كانت المواد المستخدمة فيه، المثلث بيقدر يتحمل ضغط كبير جدا. تخيلوا كتل الحجارة الضخمة
الضخمه ديت وزنها اطنان، فلو اتبنت بشكل تاني كانت ممكن تنهار، بس الاختيار ما كانش ليه جانب جمالي بس. المصري القديم كان ذكي جدا، كل تفصيله للمكان ليها معنى. بصوا، هو انا ما اعتقدش ان هي صدف غريبه. اول حاجه ان الهرم الاكبر موجود في منتصف العالم. يعني ايه الكلام ده؟ حرفيا بيتوسط جميع القارات، قاره افريقيا واسيا واوروبا وامريكا الشماليه والجنوبيه. الهرم الاكبر موجود في النص بالظبط، ودي ما اعتقدش ان هي صدفه. فازاي عملوا دوت من 4500 سنه؟ هل استخدموا حاجه ان هم يلغوا الجاذبيه عشان يقدروا يلفوا هرم او حجاره وزنها تقريبا من 80 ل 100 طن، والهرم اصلا لوحده وزنه 7 مليون طن؟ ولا كان في حاجه تانية احنا ما نعرفهاش؟ كمان حاجه تانية ومحيره جدا بصراحه، هو لغز ال 149.9، ان الهرم الاكبر ارتفاعه 149 متر و4 من 10. تعرف بقى مسافه الارض للشمس قد ايه؟ المسافه بين الارض والشمس 149 مليون كيلو متر و4 من 10. هل دي صدفه برضه ولا ايه؟ كمان في حاجه اسمها مرآة السماء او حزام اوريون. بالليل لو رفعت راسك للسماء هتشوف الثلاث نجوم دول جنب بعض، وفي واحده جايه تحت سيكك. في سنه 1983 باحث اسمه روبرت اكتشف ان الاهرامات الثلاثه خوفو وخفرع ومنكورع على نفس زاويه النجوم الثلاثه دول بالظبط، وحتى هرم منكورع واخد نفس الميله بتاعه النجمه اللي في السماء. فهل بقى حد عنده معلومه الحاجات دي معموله كده ليه؟ وهل الحاجات دي كلها معموله عشان يدفن ملك جواها؟ المشكله ان هو يدفن ملك ما كانش موجود اصلا. احنا لما دخلنا كل الاهرامات اللي موجوده ما كانش فيها اي موميا ولا كنوز ولا اي حاجه تدل ان كان في اصلا موميا هنا، مجرد جرانيت على شكل بس كده. مين كان عنده العلم ده كله؟ هل فعلا العمال اللي كانوا بيجروا الطوب بالحبال ويطلعوها الهرم زي ما كان مكتوب في المدرسه كده، ولا هم علماء جايين من مدينه اطلانتس المفقوده اللي اتكلم عنها افلاطون؟ مدينه اطلانتس المفقوده كان عندها علوم كبيره جدا وبعد كده غرقت في البحر. الحقيقه يا صديقي ان المعلومات هتكون موجوده بين السطور اللي انا قلتها لك دي. هل العلم ده كان موجود كده ولا قبلها جربوا كذا مره عشان يوصلوا للنتيجه المبهره دي؟ المشكله بس لما ظبطوها جامد قوي لدرجه ان ما بقاش فيه اجوبه ازاي ظبطوها بالشكل ده. سبحان الله، علم الانسان ما لم يعلم. ناس كتير اول ما تسمع كلمه الاهرامات هوب يجي في دماغهم اهرامات الجيزه، وكأن مصر فيها 3 اهرامات وخلاص، مع اننا باصين دلوقتي على 6 اهرامات. 3 اهرامات الصغيرين دول 3 اهرامات ملكات. لكن الحقيقه ان احنا عندنا في مصر اهرامات كتيره جدا، زي مثلا زي هرم زوسر اللي كان مرحله انتقاليه بين المصاطب لشكل الهرم المعروف، وزي الهرم الاحمر والهرم المائي. كمان في اماكن كتير على امتداد النيل فيها اهرامات مبنيه واهرامات متهدمه، اغلب الناس ما تعرفش عنها اي حاجه. فلو جمعتهم كلهم مش هتطلع ب3 ولا ب10. في اكتر من 124 هرم موجودين في مصر. يعني الاهرامات مش مكان واحد اللي هي اهرامات الجيزه، ولا كانوا شكل واحد، كانت فكره اتطورت واتغيرت واتعملت باحجام كتير مختلفه لحد ما وصلوا للحجم النهائي او الشكل النهائي اللي هي اهرامات الجيزه. بس ما جاش ولا عمره هيجي الشكل ودقة أهرامات الجيزة. بس السؤال هنا هو ليه الأهرامات فاضية؟ تخيل تبني هرم كل الأهرامات تقريبا وتكون فاضية من جوه. تعالوا أحكي لكم القصة دي بره. حاسس إن أنا دراماتيك أوي. تخيل تقعد 20 سنة تبني في هرم تهلك أكتر من 2 مليون حجر عشان في الآخر يطلع فاضي. فهل فعلا الهرم اتسرق ولا هم كانوا بيستخدموه في حاجة تانية؟ في نظرية بتقول إن كل الكنوز دي لحد دلوقتي موجودة في الهرم من جوه، وكل الغرف اللي موجودة جوه الهرم ما هي إلا خدعة عشان الحرامية لما يجوا يسرقوا الهرم ما يعرفوش يدخلوا إزاي. ممكن يكون تحت أساسات الهرم، يعني الأشعة حرفيا ما تعرفش تجيبهم، نزلوا تحت خالص ودفنوهم تحت، أو في غرفة مخفية بتبقى مضادة للأشعة. يعني هم بنوا الأهرامات فأكيد ممكن يكونوا عندهم تقنية إن هم ما تخليش الأشعة تلقط الحاجات دي. ولو رجعنا لنظرية تسلا فالإجابة على سبب إن الأهرامات فاضية هتكون واضحة، إن الأهرامات أصلاً ما كانوش بيستخدموها عشان يدفنوا فيها الملوك، كانوا بيستخدموها للطاقة. في نظرية للعالم كريستوفر دان
بيقول ايه الراجل ده بقى؟ اسمها محطة طاقة الجيزة. ببساطة ان الهرم كان بيستخدم هيدروجين عشان يولد الطاقة، وكان بيحصل تفاعل كيميائي بيخلي الارض يحصل لها زلزال بسيط كده شوية، فيقوم الهرم يحول الموجات ديت لموجات شبه موجات الميكروويف. لما تحط الاكل في الميكروويف بيعمل موجات فبيسخن الاكل، بتخرج من قمة الهرم لحد السماء. وقمة الهرم زمان كانت معمولة من الذهب، وجس وات الذهب تقريبا افضل حاجة توصل بيها كهرباء، بالظبط زي ما عمل عالم اسمه نيكولاس تسلا لو تسمعوا عنه. الراجل ده تقريبا كان مهووس جدا بالاهرامات، وبنى برج عشان يوصل الكهرباء لاسلكيا في العالم كله، وصمم البرج دوت باستخدام هندسه متاخده من هندسه بناء الاهرامات. بس العالم ده ما نجحش، وكلنا عارفين ليه. يعني هو من الاخر كده، ولو كانت نجحت تجربة نيكولاس تسلا كان زمان العالم كله دلوقتي منور وببلاش، بالظبط زي الفراعنة من 4000 سنة. في فرضية تانية بقى بتقول إن الأهرامات اتعملت بواسطة الفضائيين. بس هو ليه الناس شايفة كده إن هو يعني ليه معمول بالفضائيين؟ بص، بعد كل الكلام اللي أنا قلته فوق دوت فأنت هتعرف ليه تقريبا. وسبب الحوار دوت النجوم أكتر حاجة. بس مؤخرا اكتشفوا مقابر العمال اللي كانوا بيبنوا الأهرامات جنب الأهرامات، وبرضه لقوا مخابز عشان ينتجوا آلاف الخبز أو العيش زي ما بنقول عشان يأكلوا العمال دول. ودي تقريبا هي نظريه توليد الطاقه والفضائيين اللي موجوده على الانترنت عن الاهرامات. قول لنا انت بقى تعرف كام نظريه من النظريات اللي انا قلتها وشرحتها في الفيديو دوت، واكتبهم لي في الكومنتس يمكن انا ما اعرفهمش. حرفيا بنصور في ابعد مكان يكون فيه بني ادمين. الاهرامات باينه اهي من هنا، بس في حاجه بسيطه قوي يعني. فانا عايز اكلمكم عن حاجه مهمه جدا، وهي الاهرامات بقت عامله ازاي بعد التجديد، لان دي حاجه مهمه جدا لازم تعرفوها. ولازم تعرفوا برضو التيكتس الجديده والحاجات دي بقت عامله ازاي. بقى في زي باصات كده حرفيا بتوديك لاي حته انت عايزها في الهرم من غير ما تمشي، والباصات دي طبعا فور فري، وبيبقى في جايدز بتعرفك كل حاجه عن الحته او المكان اللي انت عايز تروحه، ويعتبر السكامرز ما بقوش موجودين. نيجي بقى لاهم حته، هي اسعار التذاكر. سعر التذكرة للمصريين 60 جنيه و30 جنيه للطلبة. بالنسبة للأجانب سعر التذكرة 700 جنيه و350 جنيه للطلبة. دوت شامل دخول الهرم، بس مش شامل دخول الهرم من جوه. في كل ستيشن يعني أبو الهول ليه ستيشن، خفرع خوفو ومنقرع عليهم ستيشن. في ستيشن اسمها بانوراما، وفي ستيشن اسمها الناين. باص بيقف على كل ستيشن. في ناس بتبقى لابسة شعار أوراسكوم، دول تقدر تسألهم عن أي حاجة وهم هيجاوبوا عليك. فتطور ملحوظ جدا يعني. دلوقتي فكك من الجيزه وتعالى معايا سقاره. هنا في مكان اسمه سيرابيوم، المكان اللي بيخلي المهندسين والمعماريين مش عارفين اجابه ليه. احنا دلوقتي هنخش نفق تحت الارض في تقريبا اكتر من 24 تابوت، والتوابيت دي تعتبر من اصعب انواع الحجاره في النحت. المشكله هنا ان التوابيت دي موجوده جوه حفره ضيقه جدا. زوايا التوابيت من بره زاويه 90، وديت عشان تعملها بالالات الحديثه فانت محتاج ليزر. فازاي عملوا ده بحجاره البازلت انا ما اعرفش بصراحه. وكل ده بيقولوا ان هي معموله عشان تدفن عجول ابيس، يعني كل الدقه دي عشان يدفنوا عجل. وانا عارف اوكي ان هو كان الاله بتاعهم، بس اوريدي الاله ده مش موجود في التابوت، فهو راح فين؟ اللي انا بفكر فيه بصراحه ان التوابيت دي كانت عباره عن مكثفات طاقه او غرف عزل السيرابيوم، ما كانش فيه مقبره هنا. ممكن اصدق برضو ان هي كانت زي غرفه مواتير تحت الارض لمنطقه سقاره. في الاول والاخر الفراعنه ما سابولناش احجار عشان نشوفها، بس سابولنا لغز محتاج حد يفكر بره الصندوق عشان يستكشفه. واحنا واقفين هنا قدام حجر عمره آلاف السنين. مش اهم سؤال هو اتعمل امتى، ولا حتى اهم سؤال اتعمل ازاي. السؤال الحقيقي اللي انت المفروض تساله لما تيجي هنا هو ازاي لسه واقف. اللهم لا حسد يعني وما ينهارش بعد الفيديو ده. بسم الله ما شاء الله يعني تبارك الله، المصريين القدماء عملوا حاجه تاريخيه. ليه كل لما نقرب نحس ان احنا فاهمين اقل؟ يمكن الهرم معمول مش عشان يجاوب، عشان كل جيل جديد يجي ويفكر ويختلف ويحاول. وفي اللحظه اللي انت تكتشف فيها خلاص انت فهمت اتعمل ازاي، هتلاقي نفسك دايما لسه على السطح. وده بالظبط اللي خلى الاهرامات مش مجرد مبنى، دي علامه وعجيبه من عجائب الدنيا السبعه. يعتبر اكتر حاجه من عجائب الدنيا السبعه عجائب فعلا، اللي هي ايه اكتر يعني على وزن فاهم اللي هم انتوا فاهميني. لغز الهرم لسه ما خلصش، زي ما بيقول لك الدكاتره والباحثين بتوع الاثار والناس دول سابوا لينا فراغ احنا نملاه بالبحث. سواء اللي بناه بشر كانوا بعبقريه تسلا، فالحقيقه ان الهرم هيفضل واقف يراقب الزمن ويقول لنا ويوجه لنا رساله ان الانسان
يقدر يعمل المستحيل لو بس امتلك السر. خوفو ما ماتش كده وخلاص، خوفو ساب لنا رسالة مشفرة بقالها 5000 سنة بتقول لك ان الحقيقة دايما قدام عينيك لو عرفت تبص صح. بتفكرنا بكل تواضع بالآية الكريمة من القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنا زين، ودي كانت رحلتنا في أهرامات مصر. أشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش توصلوا الفيديو دوت ل1000 لايك. سلام.